هنعمل وصفة من المطبخ البلجيكي. هنعمل الوافل أساسه من المطبخ البلجيكي. طبعا الحلويات والأكلات الحادقة في عدة مطابخ فيها أكلات للصبح، اللي يدور هيلاقي حاجات جديدة ومختلفة. الوافل طبعا مش جديد، ده حاجات قديمة موجودة على القنوات الأجنبية ليها فترة. بالنسبة للتقديم هنا هنقدم بس هنا بولة آيس كريم وصوص شوكولاتة، بس مش أكتر من كده. في ناس ممكن تضيف سكر بودرة، في ناس ممكن تضيف سيرب اللي هو القطر او الشيرة. هنبدأ هنا بسم الله. هنحتاج ربع كوباية حليب، نص مية، بيضة في درجة حرارة الغرفة، معلقة سكر، ربع كوباية زيت، كوباية ونص دقيق، وبيكنج باودر، وهنحتاج فانيليا. هنجيب الاول بولة تكون ناشفة ما فيهاش مية اصلا عشان ما تعملش ريحة زفارة البيضة، وهنكسر البيضة وهننزل في البولة، هنخفقها بالمضرب، وبعدين هنضيف ربع كوباية زيت، وهنضيف معاهم معلقة خل ومعلقة سكر. هو انا ما تصوروش معايا الخل والسكر، ما اعرفش اختفوا راحوا فين، بس انا ضايفه خل هنا، خل وسكر. والفانيليا هنا ربع معلقه صغيره. اعذروني لو نسيت حاجه، احنا ناس كبيره عدينا ال40 على فكره، فمش مشكله لو نسيت حاجه اكتبوا لي في التعليقات، وانا من عيني احذف الفيديو واسجله تاني، ما فيش ادنى مشكله عادي، برغم ان هو مقرف ومتعب بس مش مشكله. مرجع لينا وليكم، لان ما بنشوفش حاجه عند حد فبنشوف القناه بتاعتنا بنعمل منها حاجتنا. انا بحب اشوف الفيديوهات الاجنبيه والتركيه والجزائريه والمغربيه، بيبقى فيها حاجات حلوه جدا بصراحه، والسوريه. هنا نزلنا بربع كوبايه الحليب ونص كوبايه الميه، هنخفقهم مع بعض، وبعدين هنضيف كوبايه ونص دقيق. السكر احنا ضفناه، انا قلت لكم. في على جنب انا راكنه نص كوبايه تاني فيها ميه وفيها حليب. الميه هنا لازم تبقى اكتر من الحليب علشان تاخدي الوافل خفيف. بتكتري الميه عن الحليب، لو كوبايه ميه بيبقى نص حليب. الاجانب في كتير فيديوهات اجنبيه عامله ملايين مشاهدات، كلهم عاملينه بالحليب، بس هو بالميه والحليب افضل. انا جربته كتير، فمرة دي قلت اصوره، عملته كتير جدا بكذا طريقة، بالبيض كتير، بالبيض قليل، دي افضل طريقة وافضل طعم. هنا بعد ما نزلنا بالدقيق ضفنا رشة ملح ومعلقة صغيرة مليانة بيكنج باودر، بس هنقلبهم مع بعض كده. هنحتاج سوائل، هنضيف النص كوباية اللي احنا راكنينها. في قنوات عاملة 6 مليون مشاهدة عادي، وعاملين هم ضايفين حليب زي ما قلت لكم بس، وعاملينه بالزبدة، زبدة صافية، زبدة عادي يعني، بس عاملين كمان المقدار ده عاملينه بتلت كوباية، كتير قوي. احنا لسه هندهن الجهاز بتاع الوافل زيت، فمش عايزين نكتر دهون يعني. هي كمان الزبدة لوحدها هتخلي الوافل معانا يتحروق شوية، فهو الزيت افضل. عايزين تعملوا زيت وزبدة ماشي، زيت وسمنة بلدي ماشي، زيت وسمنة نيوزيلندي ماشي، كل حاجة بتديك طعم على فكرة. يعني الزيت والزبدة النيوزيلندي ليه طعم تاني، الزيت والسمنة البلدي فارق، الزيت والسمنة اللي هي برضو النيوزيلندي فارق في الطعم. كل حاجة ليها طعم. انا جربت الزيت والسمنة البلدي طعمه مختلف عن الزيت. ممكن تضيفوا اسانس سمنة بلدي اللي هو موجود في العطارة، يعني مع الخليط ده اللي هو بالزيت ممكن تضيفه. جربته بالزيت والزبدة، حلو جدا طبعا، طعمه مختلف. جربت المقدار ده بحبتين بيض، لا مش حلو، زفر. حبة بيض كافي على فكرة. لو عايزين تعملوا كوبايتين دقيق برضو بنفس البيضة، بس هنزود السوائل، هكتب لكم تحت في صندوق الوصف. كده هنلم الجوانب بتاعة البولة خلاص، وهنشتغل على طول. انا مش بركنها ومش بحفظها في التلاجة، انا بعمل الحاجة في وقتها لما احتاج، بحب الحاجة يبقى طعمها طازة. في ناس بتحفظه في الفريزر بعد ما بيعملوه، برضو انا ما بحبش كده، الحاجة في وقتها افضل يعني. هنا الجهاز بعد ما سخن دهنته بالفرشة السيليكون زيت، وهنزل في كل مربع بكبشتين. بالنسبة للأجهزة، في أجهزة لا تعد ولا تحصى، ده 800 واط غلبان على قده، في 1200 وفي 1000 وفي 1400 و1500 وفي 2000 واط، واعتقد في معدي يمكن، ما اعرفش بصراحه، بس انا شفت مع الاجانب في الفيديوهات انواع اجهزه لا تعد ولا تحصى بصراحه. من اجهزه الوافل دي حاجه يعني ايه، معديه بقى، ان في اسعار، في 5000 وفي 6 وفي 4 وفي 3 براحتكم. ده رخيص كان، بس هو كان غالي السنه اللي فاتت ب 850، حاليا عليه عرض هتلاقوه ب 700. نيجي بقى للتسويه. هنا في اللمبه الخضراء بعد 3 دقايق تقريبا بتطفي، بس انا مش هتفرق معايا اللمبه الخضراء، انا يهمني التسويه اللي انا حباها. بصوا، اول تجربه هنا، اول حطه يعني عموما بتبقى مش مرضيه، بتاخدي من تحت مربعات حلوه جدا بيرفكت متساويه وزي الفل، من فوق مش هتبقى المربعات حلوه، مش هتبقى ترضيك يعني في البدايه اول حاجه. فهتقول لا يا لهوي دي باظت، لا هي ما باظتش، هي حلوه، هي حلوه وزي الفل، وكتر خيرك انك تعبتي وعملتي. لكن هي اول حاجه بتبقى كده، حتى لما بتعملي القطايف، حتى لما بتعملي البانكيك، اول واحده بتبقى تجربه، كانها فار تجارب او حقل تجارب، فما تتضايقيش، كده كده هتتاكل. تاني مرة بقى دي، وتالت مرة بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، بجد احلى بيبقوا
حاجه بتتعمل اللي هي بتبقى في الاواخر دي، بتبقى حلوه قوي. هوريكم الشكل دلوقتي لما تستوي، هقرب لكم دلوقتي وشوفوا شكلها. شايفين شكلها؟ تحفه تحفه بجد، رهيبه. دي شكلها بقى من فوق. من تحت بقى خلاص نفس الشكل كده. علشان كده بقول لكم اول اتنين عادي ما يغركوش، يعني اول اتنين بقوا مش منتظمين قوي. هنا بعد 3 دقايق انا فتحت الجهاز، لا مش عجباني التسويه، هسيبه شويه. وانا مش مرتبطه باللمبه بتاعه الجهاز على فكره، انا ليا اللي يعجبني. ده اللون كان بتاعه. كمان شويه هسمعكم صوت الخرفشه اللي انا ما بحبوش. بصوا انا بالنسبه لي الحمد لله لما بنزل وصفه بنزلها بما يرضي ربنا. احنا مش عيال انزل وصفه حد يعملها ويدعي عليا، لا انا بنزل وصفه بعد تجارب. اسمعوا الخرفشه بقى كده. خلاص اظن سمعتوها، بالرغم ان هي شكلها باين، والله باين، يعني باينه انها حلوه وجميله ومقرمشه من بره باينه. ومش محتاجه اكسرها بقى ونشوف القلب والكلام الفاضي ده، والله ما محتاجه. الحاجه بيبقى باين عليه. انا لو الوصفه فاشله مش هنزلها، وبقول لكم جربت كذا وجربت كذا، بس ما بقولش جربتها من عند مين. ده بقى يرتبط بالجهاز بتاعك، ده على قده، فمش مدين اللون كله ذهبي برضو، كل حته لون، فحلو زي الفل ومقرمش وجميل. وبس خلاص، واتمنى لكم الصحه والعافيه والستر يا رب.